يعني لو السعادة بتاعتك مربوطة بوجود حد، اتأكد إن غيابه هيكسرك. ليه ممكن تكون قاعد وسط ناس بتحبك وبتضحك لكن في حاجة جواك مش مفهومة؟ ليه أوقات بنحس إن صوتنا مش مسموع حتى لو مش بنتكلم؟ ليه رغم كل الزحمة اللي حوالينا بنحس بالوحدة؟ الوحدة يا صديقي مش معناها دايما إنك لوحدك، ساعات بيكون حواليك ناس كتيرة بس جواك للأسف فاضي. هتكلم معاك دلوقتي في الوحدة النفسية اللي بتوجع في أوقات كتيرة من الوحدة الحقيقية والفعلية، وخلينا نفهم سوا وبشويش هي ليه أصلا بتحصل وإزاي نتعامل معاها بشكل عملي وروحاني. الوحدة يا صديقي ليها أسباب كتيرة، ومش شرط بالمناسبة تكون بعدد الناس أو بكتر الناس اللي حواليك. يعني من أشهر الأسباب النفسية اللي العلماء اتكلموا عنها، واحد، الافتقاد للتفاهم الحقيقي. الدكتور جون كاسيوبو أستاذ علم النفس في جامعة شيكاغو كان من أوائل الناس يا صديقي اللي درست الوحدة كظاهرة. بيقول إن الوحدة مش غياب الناس، هي غياب الترابط العاطفي العميق. يعني ممكن تكون وسط أهلك أو صحابك لكن حاسس إنك مش مفهوم نهائيا. 2، غياب الهوية الداخلية أو الغربة عن النفس. أكتر الناس اللي بيحسوا بالوحدة هم الناس اللي مش عارفين يعبروا عن نفسهم أو للأسف مش متصالحين معاها. يعني أوقات بنبعد عن نفسنا قبل ما بنبعد عن الناس. 3، ودي مشكلة كبيرة بتقابلنا كلنا، الاعتماد العاطفي على الآخرين. يعني لو السعادة بتاعتك مربوطة بوجود حد، اتأكد إن غيابه هيكسرك. الناس يا صديقي بيتغيروا وبيمشوا وبيتعبوا، فلو مركزك العاطفي في الناس دي، اعرف إن الوحدة هتجيلك أول ما يتحركوا ويبعدوا عنك. ربنا سبحانه وتعالى يا صديقي ما خلقناش عشان نعيش في وحدة، لكن كمان ما خلقناش أشخاص اعتماديين بنعتمد على الناس وبس. ربنا سبحانه وتعالى قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب حد ليك يا صديقي هو ربنا، مش اللي على تليفونك ولا حتى اللي عايش معاك. وده المعنى العميق للسكينة، إنك ما تكونش لوحدك حتى لو أنت لوحدك. يعني مثلا واحد طول الوقت موجود على السوشيال ميديا، بيحكي وبيضحك وبيتشات مع الناس، لكن أول ما بيقفل الموبايل بيحس إن هو مش عارف يتكلم مع نفسه. أو بنت كل حياتها مبنية على شخص اتغير اختفى، هنا بتحس إن حياتها اتفرغت فجأة. أو شاب ناجح كل الناس حواليه بتسقف له بس جواه حاسس إن مفيش حد بيقدر تعبه الحقيقي. كل ده يا صديقي بيرجعنا لحقيقة واحدة بس: الوحدة مش في قلة الناس اللي حوالينا، الوحدة هي ضعف الرابط بينك وبين نفسك وبينك وبين ربك. خليني دلوقتي يا صديقي أقول لك إزاي تعيش بدون وحدة. اربط نفسك بربنا قبل أي حد. صلاتك، مناجاتك، قيامك، لحظات الخلوة أو وردك، صدقني كل الحاجات دي بتملى الفراغ اللي مفيش حد ممكن يملاه في الدنيا. 2، صاحب نفسك وتعامل معاها كأنك الصديق المقرب ليها. عامل نفسك كويس، اسمعها واحترم تعبها. اختار الناس اللي فعلا شبهك وبيحبوك وبيقدروك وفاهمينك. مش لازم طبعا ناس كتير، بس المهم ناس حقيقية. قلل الدوشة والضوضاء وكتر من السكون والقعدة مع نفسك، حتى لو 5 دقايق هتقعدهم مع نفسك بس في اليوم. افهم يا صديقي ان الوحدة شعور مش ثابت، الشعور ده بيجي وبيروح، فما تربطش هويتك بيه. في الاخر يا صديقي عايز اقولك انك لو حاسس بالوحدة، اعرف انك مش لوحدك في الاحساس ده، واعرف كمان انك مش لوحدك في الحياة. بالعكس، ربنا موجود واكيد في ناس جنبك بيحبوك موجودين. واعرف يا صديقي وافتكر انه لسه بدري.